ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. جايين بقى النهارده احنا كنا بنعمل محشي. بس طبعا انتوا عارفين التقوير بقى اللهم صل على النبي والخس والحاجات ديت. انا كنت بحط فيه كده بتاع دوت كام قرن شطه. انتوا عارفين بقى يعني انا عامله معاكم المحشي قبل كده، بس مرضتش اصور بقى عشان ما اطولش الفيديو عليكم وكده. فعملت بقى المحشي ووضبته وكله خلصته وحشينا، وقلت بقى اما اصور لكم لقطه كده وانا بسويه وكده. بس انا عاملاه معاكم كذا مره ومرضتش بصراحه اجيبهولكم الاول يعني. ده كان الخاص اهوت، وكانت واحده عايزه ورقه، عملت لها ورقه رز كده ومش هسويه بشوربه عشان الفرخه اللي انا جبتها عملتها صينيه ما عملتهاش مسلوقه. حطيت مكعبات كده وهحط ميه، يعني هسويه بمكعبات وميه. لان الفرخه ما عملتها صينيه كده، يعني قطعتها من الظهر وفردتها كده، ويعني كنت غسلتها بقى ونحتها وكده وعملتها صينيه. اللهم صل على النبي. الفرخه بشرت بصلايه وطماطمايه وقرنين شطه وعملتها ناشفه كده خالص بنص كوبايه ميه، وسبتها تستوي على البخار. كنت بقى عملت المحشي الخاص. ده المحشي اهوت، ولعت عليه وحطيت المكعبات والميه. هحط بقى معلقه سمنه بلدي على الحله دي ومعلقه سمنه بلدي، لان انا بحب السمنه البلدي في الاكل اوي. حطيت طبق كده والحاجه غليت والفراخ غليت اوي والاسعار بقت غاليه نار نار. ده كنت بقولكوا استنوا شويه كده. الفرخه اهي كانت مستويه، وكنت طافيه عليها. هولع بقى النار عليها على الواطي تاني عشان تسخن، عشان ادخلها الفرن تتحمر. الاسعار غاليه، اول حاجه غاليه، وصراحه الواحد مش عارف يعني مش عارفين نعمل ايه في الاسعار الغاليه النار دي. الواحد عشان يعمل اكله زي ديت بيكلفها قد كده. كنا الاول بنجيب الحاجات دي وبتبقى عندنا، والزيت والرز والحاجات ديت. دلوقتي الحاجه غليت قوي. كنت بوريكم منظر المحشي كده وكده، وطيت عليه والفرخه يعني هشيلها بقى احطها في الفرن. الحاجه غليت قوي واحنا مش عارفين. بصراحه احنا يعني الدنيا رايحه بينا الفان. الفرخه قد كده ب140 جنيه. ليه؟ عشان ايه؟ احنا كنا الاول بنربي الفراخ ديت، يعني الفراخ دي ما كانش بقى لها لازمه عندنا، بس كانت الخلطه بتبقى رخيصه. دلوقتي الخلطه غاليه. بس انا بصراحه عندي شقه تانية وكده كنت بربي فيها، بس انا مني ابن صغير. بخاف على ابني من السقعه وكده. لو ما كانش ابني صغير كنت جبت فراخ وكنت ربيتها في الشقه التانية بتاعتي. خلطه غاليه بقى مش غاليه، كده كده الحاجه بتتكلف. المهم بقى ربنا يسترها يا رب علينا ونطلع من الازمه بتاعه الغلو اللي احنا فيها دي، والحاجه ترخص شويه عشان خاطر عيالنا حتى. يا رب يقعد علينا وعليكم الايام بخير يا رب، والدنيا ترخص شويه يا رب. كنت بوريكم المحشي اهو، كان استوى، وكانت الخس دوت كان كبير. انا بحبش الخس الكبير، بيخليني احشي المحشي كبير. بس هي ما لقيتش الا هو جابتهولي، بس كان جميل جميل. انا طلعت الفرخه من الفرن حمرتها وسويت المحشي اهوت. كنت وطيت عليه بقى ومرضتش اطول الفيديو عليكم، بس قلت اوريكم يعني شكل الاكل في الاخر كده، ومرضتش اطول بقى واجيبه من الاول. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان اي حاجه انزلها توصل لكم. واعملوا لايك بقى للفيديو واشتركوا معايا، اللي مش مشترك يشترك عشان اي حاجه انزلها تشوفوها. والاكل كان جميل جميل. عملت كده بقى، يلا وباي.